السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في مالح وحلو مع ام رشيد. عاودت جيت لكم اليوم بهذه الوصفه، جبت لكم من الربيع يجري وصفه البراج ولا المبرجه بطريقه سهله وبسيطه ورايحين تنجحوا فيها. تجيكم طريه وتتفتت ونعطيكم السر تاع الاحمرار. وعلاش حتى تجينا حمراء هكذا. تذوب في اليد قبل الفم. شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله. ما نطولش الهضره بزاف، نطلب منكم كامل جمل الفيديو، البارطاج مع لي زامي تاعكم والمشاهده الكامله. فرجه ممتعه. اول حاجه هنا جبت سميد متوسط، كيلت 3 كيلات سميد متوسط بيان سور نصيروه. هي تجيب سميد المتوسط. زدت كيلة فارينة. على بالكم البراج ولا المبرجة كل واحد وطريقته كيفاش يخدمها. البراج الأصلية تاع بكري كل واحد كيفاش يخدمها. ودوكا بيان سور كاين تنوع في الوصفات. هنا قلت لكم درت 3 كيلات سميد متوسط، كيلة فارينة، درت شوية ملح. فوالا دخلت هذاك الملح كامل فيها ودرت جبت كيلة سمن. جبت كيلة سمن، ذوبت كيلة سمن ودرت نص كيلة زيت. تقدروا ديروها بالزيت كما تقدروا ديروها بالمارغرين، كل واحد كيفاش يخدمها. هنا عندكم هنا قلت لكم هاي ليك درت كيلة سمن ذايب، والنص كيلة ثاني درتو زيت. وكاستوس تاع الاحمرار، السر تاع اللون دي فوا نشوفوا باج فيديوهات خاصة بالمبرجة، تشوفوا هذاك الاحمرار يشهي. علاش يديروا مغرفة عسل، اي نوع تاع عسل عندك. انا ما كاش عندي العسل متوفر، صح درت مغرفة سكر، حوالي مغرفة ونص هكاك سكر، وجات الاحمرار تاعها مليح. وشنو طاجين تاني يلعب دور، طاجين تاني يلعب دور. فوالا ديروا العسل نتوما باش تجيكم حمرا تشهي، ديروا العسل. وما مخاني الضوء شويه باسكو كنت نخدم فيها في الليل، كان ناقص شويه ضوء، والتصوير على بها جاني شويه ناقص الضوء، دونك سمحوا لي. هنا يعني مبسس فيها كامل. شوفوا كيفاش راني ندخل كامل، لازم يدخل كامل هذاك الزيت والسمن فيها. هنا الغيسيبيون جاني ضيق، الوغ بدلت درتها في الجفنه باش نخدم آلاز. جبت كيلة حليب وكلمسة درت لها شوية ما زهر، بديت نطم فيها بالحليب. كاين اللي يطمها بالماء والما زهر، كاين اللي يطمها بالماء وحده، كاين اللي يطمها غير بالحليب وحده. انا درت كيلة حليب وزدت لها شوية ما زهر باسكو نحب ريحة الماء زهر. هنا هذيك الكيلة بديت نشمخ بشوية ومن بعد فرغتها كامل، طميت العجين هذايا. على بالكم السميد يشرب، كي تخليه يرتاح يشرب. علاش قلت لكم شوفوا شويه مظلمه باسكو صورتها في الليل، سمحوا لي عدو كان ناقص بزاف. هنا كملت الكيله كامل تاع الحليب. فوالا وطميتها، ما تعجنوهاش، طموا برك. هنا راني نطم برك ماشي راني نعجن. فوالا بعد قسمتها الى قسمين. هنا خليته شويه يرتاح ورحت نوجد الغرس ديالي. هنا جبت باطا غرس، شوفوا مالغري باطا كبيره بصح بانت لي شويه. كان عندي ثاني شويه كميه في الفريجيدار، زدت جبتها. درت له مغرفه مارغرين ومغرفه صغيره قرفه. تقدروا ديروا جلجلان، تقدروا ديروا نتوما تنسموا الغرس ديالكم. هنا عجنته مليح بهذيك، دخلت فيه المارغرين، تقدروا ديروا الزيت ماشي شرط المارغرين. فوالا تعجنوه مليح حتى يولي لكم طري. واذا جاكم يابس بزاف ديروه في الميكرووند يطرى لكم شويه. هنا كنت ثاني نطري فيه بالما زهر. قلت لكم هنا كانت الكميه صغيره، ومن بعد زدت جبت كميه كانت في الفريجيدار زدتها له وكملت عجنته كامل. فوالا كملت عجنته كامل حتى ودرته كويره. قلت لكم تقدروا ديروه الجلجلان، تحمصوا الجلجلان وتزيدوه لهذا الغرس وديروا شويه قرفه وتعجنوه. هاي ليك حطيته بجهه في ساشي. هنا رحت نحلو دائره، حليته
وخليته بجهه باش ما شغل ما نطولش في الخدمه. فوالا، تحبوا تحلوه كاري، تحبوا تحلوه دائري. فوالا، طريقه سهله وبسيطه. ما نكذبش عليكم، انا واحد الوقت كنت نقول البراج ما نقدرش نديرها، امبوسيبل، تجيني واعره وكذا. مي اون فوا تخدميها خلاص تسرح يدك فيها. شوفوا هنايا بعد ما نشف لي ارتاح العجين ديالي، كنت حنقسمو على 3. ومن بعد قلت علاش انا نقسم على 3 والغرس ديالي عجنته عجنه واحده صافي، درت طبقه واحده. عاودت قسمت منهم، درت 2 عجينات كما راكم تشوفوا، وحده شويه صغيره وحده كبيره. درتها في ساشي ترونسبارون، غطوها وبديت نفتح الاولى. هذه الاولى بديت نفتح فيها فوالا حتى نكملها كامل. ما ترققوهاش بزاف بزاف وما تخشنوهاش بزاف بزاف. شوفوا مام البراجه كاين اللي تحبها خشينه وكاين اللي تحبها رقيقه. انا رققتها شويه، ما حبيتهاش تجيني خشينه بزاف، ما نحبش هذيك الخشينه بزاف، دونك رققتها. هنا ما رققتش العجين بزاف، كي حليتها كاري ومع جبت هذاك الغرس قست قست الحجم اسكو راهم كيف كيف ولا سويتها كاع الاطراف كما راكم تشوفوا. فوالا، قوم جبت الغرس هذا كيلت عليه، حطيته من الفوق هكا برك كيلته هنا سي بون تكفيني. ومن بعد زدت جبت هنا يعني حطيته فوق العجينه ديريكتومون، نخليه بوا بالساشي، نعاود نغطيه ونجيب ساشي واحد اخرى نزيد نحل الطبقه الثانيه تاع العجينه. كاين اللي تحل العجينه الدوزيام ما تحلهاش، تخليها طريه بزاف وتبدا ترفد وتمشيها فوق الدوزيام. هنايا حطيتها فوق الغرس بعد ما حليتها، زربت لكم الفيديو، حطيتها فوق الغرس وبديت نغلق كاع الاطراف هذوك باش كي نكون نقطع البراج ديالي ونروح نطيب ما يجينيش هذاك الغرس خارج ويتحرق لي. بيان سور ترقعوا وين تكون جهه خارجه، رقعوها كما راني ندير انايا، وسقموا مليح العجينه تاعكم. هنا تقدروا تحلوها شويه برك، تخلوها شويه خشينه. فوالا، انا هنا رققتها شويه، قلت لكم بنحبها رقيقه ما نحبهاش خشينه بزاف. فوالا، اللي تحبها خشينه تخشنها بيان سور. كملتها كما راكم تشوفوا، خدمتها كاع بهذه الطريقه. فوالا، سويتها كامل وجبت المول ديالي هذا ولا الطابع هذايا تاع البراجه ويدير 10,000 برك. كاين تاع الحديد كاين تاع البلاستيك، والبلاستيك مليح وبدي يساعد بزاف. هذايا كاين اللي يخدمها غير بالموس، وبصح طابع يكذب عليكم، طابع هايل. تخرجها لك حبه على حبه. فوالا، شوفوا كيفاش تجي هايليك. جيت انا قلت لكم درتها شويه رقيقه وتجي هايله مبسه دوب في اليد قبل الفم. كملت نطبعهم كامل، نحطهم في سنيوه باش نبدا نطيب فيهم. فوالا، درت الطاجين تاعي يسخن حتى سخن مليح، دهنته بشويه زيت وبديت نطيب في البراج ديالي. قلت لكم السر تاع الاحمرار هذاك هو في المغرفه تاع العسل اللي تزيدوها، اي نوع تاع العسل، نونوس ولا المرجان ولا اي نوع ديروها ورايحه تخرج لكم حمراء. انا درت غير مغرفه سكر وخرجت لي ما شاء الله. وشنو في الطياب لازم توقفوا عليها، ما تخلوهاش حتى تتشوط لكم وتجيكم محروقه، لا لا، بقاو شوفوا غير تشوفوا تحت الطبقه التحتانيه حمارت شويه، قلبوها كيما راني ندير انا. فوالا، باش تجيكم كاع حمراء وطايبه على كيما نقولوا على كيل واحد، مول واحد. فوالا، قلت لكم هنا بقيت واقفه عليها ونقلب باش ما تتحرقليش، باسكو انا عندي جهه تحرق على جهه، دونك كنت واقفه عليها حتى طابت. هاي اللي كيفاش جات حميمره. تحبوا تحمروها اكثر من هكا، قلت لكم العسل راح يعطي لها احمرار اكثر من هكا. فوالا، جات ما شاء الله. هاي ليك البراج ديالي ولا المبرجه، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. شهيتكم في الجنة، جات تذوب في اليد قبل الفم. تحبوها شويه خشينه خشنوها شويه، ما ترققوهاش، انا قلت لكم نحبها رقيقه شويه هكا. جات هايله روعه مبسه ذوب في اليد قبل الفم. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. قلت لكم الضو برك اللي خانني الضو، سينو جات روعه ما شاء الله.
جربوها وعينيكم مغمضين. حتى المبتدئات، انا ما نحبش نقول مبتدئات، بصح اي وحده حبت تجربها. تسيي كيما انا كي بديت نتعلم، بديت بهذاك الكاس الصغير، الحجم الصغير تاع هذاك الكاس كيما اللي عندنا كاع منه في الدار. ومن بعد كي تروديت عليها بديت ندير كيله كبيره. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ما تنساوليش جمل الفيديو، والى فيديوهات اخرى. سلام.